السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي وحبيباتي عاملين ايه؟ النهارده بقى بنعمل حاجة كده جميلة شايفين شكلها. أنا قطعتها سخنة من كتر ما أنا مستعجلة بصراحة على جمالها، عجبني وشدني كنت عايزة أدوقها. شايفين بقى شكلها وجمالها، حاجة كده اسفنجية وتحفة. مش هتصدقوا إن الكيكة دي جميلة ومن غير بيض خالص، وطالعة ولا فيها زفارة بيض بقى ولا أي حاجة من دي. هتعملوها ببساطة في 3 دقايق، مش هتاخد منِّك وقت، وهتبقى النتيجة معاكِ جميلة جدًا. يلا بينا نسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد ونقول مع بعض عملنا الكيكة الجميلة دي ازاي، واللي طعمها عسل دي. معانا كده في بولة، ما معناش ولا مضرب بيض ولا خلاط ولا أي حاجة. هننزل بنص كوباية من الزيت بالشكل ده، ومعايا المضرب اللي هو اليدوي. معايا كوباية من البرتقال، عصير البرتقال مصفياها طبعا. ومعايا كده كوباية إلا ربع من السكر بالمعيار بتاعي، كله بنفس المعيار، بضرب كله بالمضرب اليدوي بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لحد ما يتجانس السكر، ما يبانش في الزيت ولا في البرتقال، يتجانسوا كله مع بعضه. بدأت طبعا انا معايا كده المقادير بتاعتي بزود عليها معلقة خل. المعلقة الخل دي طبعا بتزود لي ايه، بتخلي الأنسجة بتاعتها تبقى حلوة بتاعت الكيكة، فهي بتديني نتيجة حلوة. معايا فانيليا برتقال، انتي مش عايزة تحطي فانيليا برتقال عادي، ممكن تحطي بشر برتقانة، ممكن تحطي فانيليا عادية برضو معاكي، أي حاجة موجودة عندك هتسد الغرض معاكي. معايا قلبت كويس، قلبنا كويس جدا. بعد كده أجهز بقى بقية مكوناتي، أنزل تدريجيا كده بيها. الدقيق نزلت بإيه، معايا كوبايتين ونص من الدقيق وكيس من بيكنج باودر، أنا جايبة دريم. بحط نص كمية الدقيق وذرة ملح، بحط نص كمية الدقيق الأول وأضرب بالشكل ده. أنا لسه ما حطيتش الكمية الباقية، بحطها تدريجيا. بدأت كده باحطها واضرب كل الخليط بتاعي مع بعضه مع الايه. احط بقى التكايه بتاعتي اللي هتخلي الكيكه بتاعتي ما تحتاجش البيض خالص، نص كوبايه ميه مغليه من على النار بنفس معياري نص كوبايه. بدات قلبت كده بالشكل ده. يا سلام، لحد ما الخليط بتاعي بقى ايه يعني، شفت سمكه ولا تقيل ولا خفيف، حاجه كده جميله معايا وسمكه جميل. يعني هتشوفوا دلوقتي السمك، أنا باقلّب لحد ما يدّيني القوام اللي أنا عايزاه. شايفين قوامها، ولا خفيفة ولا تقيلة. لو تقيلة معاكِ طبعًا هتبقى الكيكة مش مضبوطة، ولو خفيفة برضه مش مضبوطة. بدأت في صينية 24، أنا طبعًا ما عنديش صينية 24، أنا عايزة بادوّر على صينية تكون تنفع للكيكة، ما لقيتش عندي إلا 26. هي إيه، ال24 أنسب طبعًا، هتطلع عالية أكتر من كده. بدأت كده نزلت بالمكونات بتاعتي، أنا مصداقية معاكم وباقول لكم الحاجة بما يرضي الله بالضبط، فأنتم كمّلوا معايا إن شاء الله وهتعملوها جميلة جدًا. بدأت كده بخِلّة كده بانزّل الهوا منها بالشكل ده، وطبعًا الفرن شغّال عندي على درجة حرارة 180 وبقى له حوالي ربع ساعة. هابدأ كده أدخّل بقى صينيتي الفرن وأسمّي الله كده ونشوف النتيجة بتاعتنا هتبقى إيه إن شاء الله. دخلت كده على الفرن على طول، دخّلتها وطلعت بعد حوالي ساعة إلا ربع، هي خدت معايا ساعة إلا ربع، ممكن على حسب فرنِك ما أعرفش، بس هي بتاخد ساعة إلا ربع معايا. بدأت كده طلعت، أنا ما باقلبهاش، أنا باخرّطها وهي في الصينية، ممكن أستنى عليها تبرد وأطلّعها. بدأت أنا وهي سخنة، يعني بصراحة السكينة بتاعتي ما ساعدتنيش، بس هي لو سكينة مشرشرة بتبقى أفضل برضه، بتطلّع معاكِ الخرطة ما فيش فرق، يعني ما بتفرفتش معاكِ. بدأت كده قطّعتها مربعات بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. أنا قطّعت وهي سخنة خلّي بالكم، أنتِ لو قطّعتِ وهي باردة بتبقى أفضل طبعًا. بدأت كده طلعت بالشكل الجميل ده القمر ده، شايفين شكلها وجمالها وقوامها، والطعم طبعًا حكاية، أنا مش يعني أنتم ما دُقتوهاش فأنا باقول لكم، الطعم كان جميل جدًا بصراحة. شايفين شكلها مع شاي الصبح، فطار جميلة من غير أي تكلفة، حاجة كده هتعمليها ولا مكلفة ولا أي حاجة. عايزة تعمليها برضه من غير برتقان وبلبن برضه هتطلع معاكِ جميلة برضه. ما شاء الله، وعجبكم الفيديو بقى ما تنسونيش حبايبي بقى في الاشتراك في القناة ولايك وشير. أنا بقى مش فضلًا وليس أمرًا طبعًا، اللي يعجبه حاجاتي أنا عندي حاجات جميلة تحت برضه في القناة، اللي عايز يبُص عليها يحب يبُص عليها ويشاهدها يشاهدها. شايفين يا حبايبي دي شكل الكيكة بعد ما خرجت، أنا طبعًا قطّعتها بالشكل ده بس أنا كنت مستعجلة بقى زي ما قُلت لكم. شايفين حبايبي، أشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية إن شاء الله.